من أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى هو مقام الاستعانة واللجوء وكمال التوكل على الله. وقد يبدو من بداية الكلام كده ان احنا يعني خلاص يا عم احنا عارفين الكلام ده، احنا بنتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، بنسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو ييسر لنا امورنا كلها، ويعني بنجعل همومنا كلها على يعني ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي بيقدر لنا كل شيء، وبنتوكل على الله وما الى ذلك، وكلام كده احنا عارفينه. ولكن الحقيقة ان سبحان الله مقام كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى ده مقام عظيم جدا جدا جدا. يعني سبحان الله من أهميته، من أهمية الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، احنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة بنصليها ان احنا نستعين بيه. احنا بنقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني انت بتستعين بربنا سبحانه وتعالى. وبرضو يعني يكاد يكون الكلام عادي، طب ما احنا عارفين ان احنا نستعين بربنا سبحانه وتعالى، ولكن سبحان الله المقام ده فيه درجات، ان انت تصل لمرحلة ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى انت كعبد. يعني انت عبد لا تملك لنفسك شيئا، وتسأل الله سبحانه وتعالى كل شيء، وتبقى متيقن من جواك انه كل شيء كل شيء كل شيء وكل توفيق وكل عون وكل تدبير هو من عند ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حاجة من عند نفسك. ده مقام عظيم جدا جدا جدا. وسبحان الله هو ده حال المؤمن الحق، هو ده حال العبودية الصحيح. العبد لله سبحانه وتعالى بيبقى مدرك في قرارة نفسه ان كل شيء وكل توفيق وكل صلاح وكل سداد ما هو الا من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله في الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ركزوا كده في الدعاء ده كلمة كلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. بيستعين بالله سبحانه وتعالى، بس إيه بقى بعدها؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني يا رب دبر لي كل شيء من عندك أنت، ما تكلنيش لنفسي، ما يبقاش في أي حاجة أكون أنا السبب فيها. يعني سبحان الله بعض الناس بياخدوا كده الكبر، يعني نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا إذا كان في أي وقت الواحد ركن إلى نفسه أو لعمله أو أيا كان. ولكن في بعض الناس بتفكر كده إن هو إيه، يا رب يعني جواه كده يحس أنا عملت كتير، يا رب يا رب تقبل اللي أنا عملته. أو مثلا يعني إيه، يبقى داخل امتحان ولا مقدم على وظيفة ولا أي شيء من أمور الدنيا، فيقول يا رب انا عملت اللي عليا يا رب والباقي عليك. هو الحقيقه ماشي، ده دعاء كويس وده حال كويس، ولكن الموضوع مش انا عملت اللي عليا والباقي عليك. هو الحقيقه ان الامر كله على الله سبحانه وتعالى، وده تمام الاستعانه بالله. يعني بادئ الامر من اوله لاخره وكماله وكل شيء على الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى هو مقدر كل شيء. ان انت توصل لمرحله ان ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيده كل شيء وهو اللي مقدر كل شيء، وان انت سبحان الله حتى المجهود انت بتقول يا رب انا عملت اللي عليا والباقي عليك، حتى المجهود اللي انت عملته ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي دبره لك، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسره لك. الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه كان يقول والله او لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. يعني حتى سبحان الله مقام عظيم جدا جدا، ان حتى عبادة ربنا اللي انت بتعبده اياها عشان يوفقك في حياتك، حتى العبادة دي سبحان الله هي توفيق، محض توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. يعني تتذكر دايما ان من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا فلا هادي له. حتى الهدى، حتى عبادة ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله هو اللي وفقها ليك. يعني تسأل الله سبحانه وتعالى السداد وتسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، لأن حتى قلبك ده أنت لا تملك لنفسك أن القلب ده يهدى أو يضل. سبحان الله ده محض توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتلتمس توفيق ربنا سبحانه وتعالى ده أن أنت بتري الله من نفسك خيرا، تلتمس توفيق ربنا سبحانه وتعالى في أمور الدنيا أن أنت تسعى، بس من جوه نفسك تبقى عارف سبحان الله أن السعي ده حتى اللي وفقك ليه هو ربنا سبحانه وتعالى. فسبحان الله مقام عظيم عظيم عظيم، ومعنى مهم جدا 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 ان احنا نتفكر فيه، لان ده سبحان الله من الركائز الاساسيه في مقام العبوديه، ان انت تدرك ان لا يتم في ملكوت الله شيء الا بمراد الله سبحان الله، وان انت نفسك
جواك يعني لا تملكها لنفسك، وقلبك لا تملك لنفسك هدايته، ولا تملك ان انت قلبك ده تتحكم فيه. سبحان الله، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فحتى عبادة ربنا تسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوفقك ليها. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول أنه رضي الله عنه فيما معناه: أني لا أحمل هم الإجابة، إجابة الدعاء، ولكن أحمل هم السؤال. سبحان الله، حتى سؤال ربنا، يعني حتى أن أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى كانوا بيشيلوا هم ربنا سبحانه وتعالى هيوفقني للدعاء ولا لا. فإذا وفقت في الدعاء إن شاء الله يعني إيه بلغ الإجابة. فده والله مقام عظيم جدا جدا. يعني الواحد بيفتكر كده ان هو ايه، كلنا بنستعين بربنا ونتوكل على ربنا ونعمل اللي علينا ومش عارف ايه، ولكن والله سبحان الله التأمل في المقام ده حاجة عظيمة جدا جدا جدا. لو الواحد يفكر مثلا في دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة ده انت يعني ايه بترمي حل المشكلة دي على الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى هو الحكيم والله سبحانه وتعالى هو المدبر. ومش شرط بالمناسبة تبقى مشكلة، يعني ممكن تبقى حاجة انت محتاج الحاجة ديت فبتستخير الله سبحانه وتعالى فيها تشوف هي خير ليك ولا لا. وسبحان الله ممكن تكون حاجة انت حاببها اصلا. فيعني نتخيل كده ان في شيء تكون انت حابه، يعني مثلا سعي في امر زواج ولا وظيفة معينة ولا ايا كان، وشيء انت شايف ان فيه خير وشايف ان انت حابه. قد يتبادل للذهن كده ان انت هتدعي ربنا: يا رب وفقني للشيء ده، يا رب انا نفسي فيه، يا رب انا دعيتك كتير بالشيء ده، يا رب استجب، يا رب يا رب. ولكن نجد ان دعاء الاستخارة سبحان الله، يا ربي تستعين بالله سبحانه وتعالى طبعا عالم كل شيء في الاول، وتقول: يا رب ان كان الشيء ده هو خير لي فوفقه لي، او يسره لي ووفقني له، وثم بارك لي فيه. ده لو كان خير لي. سبحان الله بقى، كمال العبودية وكمال التوكل وكمال الاستعانة تظهر في الجزء الثاني بقى. هل انت فعلا متيقن بالحتة دي ولا لا؟ سبحان الله. وان كان هذا الشيء هو شر لي فايه بقى؟ فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان ثم ردني به. سبحان الله، انت داخل لربنا سبحانه وتعالى وانت بتستخير، انت داخل لربنا سبحانه وتعالى عبد، عبد داخل لسيد، عبد داخل لرب. تسأل ربنا سبحانه وتعالى: يا رب انا مش عارف ده خير ولا لا، يا رب لو كان خير ليا فيسره ليا وبارك لي فيه، تمام. لو كان شر ليا، انت سبحان الله انت ممكن مقدم على وظيفه ولا بتسعى في شيء من امور الدنيا انت نفسك فيه، وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتقول له ايه؟ يا رب لو كان شر ليا في امر دنياي وامر اخرتي فاصرفني عنه واصرفني عنه. يعني قد يبدو الكلام مألوف، يعني احنا عارفين دعاء الاستخارة والكلام ده يبدو مألوف، بس فكر كده فيها. فكر انت لما بتدعي ربنا سبحانه وتعالى هل فعلا بيكون مقام الاستعانة التام بالله ده هل فعلا متمكن من قلبك؟ هل انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى وانت بتقول زي ما كان حال السلف رضوان الله عليهم، الصحابة والتابعين والصالحين من امتنا كانوا بيقولوا ان احنا لو دعينا ربنا سبحانه وتعالى بحاجة فيسرها لنا فاحنا بنفرح، بس لو دعيناه بحاجة تمام وما تيسرتش لينا بنفرح اكتر. ليه بقى؟ لان انا اخترت ان انا ادعي بالحاجة ديت، فانا عايز الحاجة دي، تمام. فدي يعني الخيار اللي انا عايزه، فربنا يسره لي، تمام. وطبعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى ما يسرليش الحاجة ديت مع ان انا عايزها، بس ربنا سبحانه وتعالى يشاء ذلك، فسبحان الله مشيئة ربنا سبحانه وتعالى وإرادة ربنا سبحانه وتعالى هي أكيد خير من إرادتي. سبحان الله، معنى أو حال، يا نهار أبيض، حال عظيم جدا جدا جدا. يعني سبحان الله الواحد بيتخيل إن هو لو يعني ربنا يغفر لنا تقصيرنا، ما أبعد الإنسان عن هذا الحال، ولكن الإنسان لو وصل للحال ده سبحان الله، أمال هو هيزعل على إيه؟ أمال هو يعني هيبقى مهموم بالدنيا ليه؟ سبحان الله، ده انت هتلاقي ان انت الدنيا دي مش فارقه معاك حاجه خالص اطلاقا، لان سبحان الله انت رامي كل حاجه على ربنا. كل شيء ده تدبير ربنا، كل شيء اتيسر ما يتيسرش ده من عند ربنا، فانت خلاص زعلان ليه؟ يعني سبحان الله، لا تكلني يسر لي امري ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. يعني مفيش حاجه يا رب خليها لي انا اعملها، مفيش حاجه يا رب سيبني انا اعملها، لان انا سبحان الله تستكين بقى. يا رب انا عبد، انا ضعيف، سبحان الله. يا رب لو سبتني لنفسي انا ههلك، انا ما اقدرش املك لنفسي شيء، سبحان الله. فبالتالي تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وده مقام الاستكانة.
تستكين لله سبحانه وتعالى. وده المقام اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يراك عليه. كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح يدعو أهل الطائف وقوبل بأذى شديد، يعني سبحان الله، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ساعتها دعاء والله يعني نتأمل فيه تأمل شديد جدا جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مأذي صلى الله عليه وسلم مش يدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يا رب فك عني الأذى، يا رب حتى اهدي مثلا الناس وأعني في الرسالة. سبحان الله، تأدب مع الله سبحانه وتعالى. يا ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب لو انت راضي عني خلاص، هو انا عايز ايه غير انك ترضى عني؟ سبحان الله. مقام الاستكانة ده يخليك ماشي في الدنيا يعني بتسعى رضا ربنا سبحانه وتعالى، واي حاجة تانية انت مش شايل همها. اي حاجة تانية من عند ربنا، وربنا الكريم. هو ربنا خذلني قبل كده؟ سبحان الله. حتى البلاء، حتى الشيء اللي انا مثلا بحس ان ده ضد ارادتي او احس ان هو شر ليا، سبحان الله، حتى الشيء في باطنه خير، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو الرحيم وهو مدبر الامر كله. حتى يا سيدي لو انت حاسس ان الامر ده في الدنيا شر، بس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قدره ليك عشان يكفر عنك سيئة، تمام، او يرفع بك درجة، يرفع لك درجة، فبالتالي هو في باطنه خير. سبحان الله. فانت تبقى ايه؟ مسلم نفسك لله. يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى مدبر كل شيء، يعني هو اللي عامل لي كل شيء، وهو اللي يسر لي كل شيء، وانا مستريح نفسيا ايا كان تدبير ربنا سبحانه وتعالى، فانا راضي. سبحان الله، ده تدبير ربك. افتكر انت العبد، ربنا سبحانه وتعالى هو المدبر، تمام. فمن حسن التقدم مع الله سبحانه وتعالى ان انت يعني ايه؟ تترك امرك كله لله سبحانه وتعالى، وترضى بكل تقدير الله سبحانه وتعالى. وده من كمال يعني ايه المعنى، ومن كمال المقام ده. سبحان الله. اللي خلاني افكر في الكلمتين دول، يعني في بودكاست عظيم اللي هو بتاع استراحة احمد عامر والشيخ وجدان العالي. اول حلقة فيه سبحان الله اتكلموا في المعنى ده بطريقة جميلة جدا جدا جدا، والحقيقة ان انا ارشحه بشدة يعني هو بودكاست طويل، هو 2.5 او 3 ساعات تقريبا، بس بصراحة كمية افادة مش طبيعية، تمام. فيعني من بعض الاشياء كده، كان في حاجة سعيت لها قبل كده وما تيسرتش، فجيت اسعى لها تاني وخلاص، وانا يعني قلت ان انا هستعين بالله سبحانه وتعالى كمال الاستعانة بالله. يعني خلاص انا كان يعني المعنى دوت فعلا حسيت كده ان هو لمسني، فاللي هو ايه؟ متوكل على الله سبحانه وتعالى كمال التوكل، تمام. ومع ذلك كنت سعيت برضو للامر ده كويس، وعملت كل اللي اقدر عليه وما الى ذلك، بس في قرارة نفسي كده ايه؟ الامر كله بايد ربنا سبحانه وتعالى. فيعني ايه؟ سعيت في الامر ده، وبعدين حسيت الامور اتكعبلت شويه، حسيت ان الدنيا مش ماشيه قوي، فبعدين حسيت ان انا اتضايقت سنه كده، ففكرت كده انا متضايق ليه، فقلت بقى كلمه لنفسي وهي كلمه حسيت فعلا بخطورتها. قلت لنفسي ايه؟ انا كنت متوقع ان الامور تبقى احسن من كده شويه، اصل انا السنه دي يعني او الوقت ده بذلت في الموضوع ده كتير قوي غير المره اللي فاتت. سبحان الله، قفشت بقى الخاطر ده. سبحان الله، قد ايه الانسان ضعيف يا اخي، وقد ايه الانسان يعني هلوع وجزوع. سبحان الله. انا قلت لنفسي ايه؟ قلت لنفسي انا السنه دي او الوقت ده بذلت كتير في النقطه دي برضو يا اخي، مع انك يعني قعدت تقول هتوكل على الله كمال التوكل، برضو بعد ما خلصت او بعد ما الموضوع دوت مشى بدأت تمشي فيه، رجعت فكرت نفسك بالعمل اللي انت عملته. سبحان الله. لذلك سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تكلني الى نفسي طرفة عين. يعني تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ايه؟ من هو والعياذ بالله يخذلك ويكلك الى نفسك، يعني ان انت ايه؟ تركا لعملك. فسبحان الله نستغفر الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ايه اللي هو اكمل البشر رضوان، يعني اكمل البشر صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر الله سبحانه وتعالى في المجلس 70 مرة. فانت ما تتخيلش ان استغفارك ده انت بتستغفر عن يعني اللي هو والعياذ بالله الواحد لما يعمل ذنب كبير يدخل يستغفر ربنا سبحانه وتعالى او يحس بالندم لما يعمل حاجة كبيرة. سبحان الله، انت في كل تفصيلة في حياتك تستغفر الله سبحانه وتعالى من التقصير. شوف خاطر صغير زي ده يحمل جواه معنى ان انت والعياذ بالله طبعا
لا شيء من دوت في بالي. يعني الله سبحانه وتعالى يرزقنا كمال الخشية وكمال التوفيق وكمال الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولكن ممكن والعياذ بالله خاطرة صغيرة زي ديت تحس ايه اللي هو يعني ايه، ربنا يعني يوفقني قدر اللي انا عملته. لا، انت كده يعني ابتعدت عن مقام كامل الاستعانة بالله سبحان الله. لذلك في اواخر سورة البقرة في الدعاء، دعاء المؤمنين، اللي هو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قبلها بقى اللي هو ايه، ربنا لا تحاسبنا، ربنا ان نسينا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انا مش متذكر دلوقتي احنا في اخر الصيام، بس سبحان الله انت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى حتى ان هو لا يحاسبك ولا يؤاخذك على دواخل قلبك، تمام، على الخواطر اللي بتيجي في بالك. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيها، من رحمته بأمة محمد، ان هو يعني ايه مش بيحاسبنا على الافكار ديت طالما انت الافكار ديت ما ترجمتهاش لعمل، والفعل ده لو انت استعدت بالله سبحانه وتعالى منه وما ترجمتوش لعمل فخلاص ان شاء الله لا تحاسب عليه. فدي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله باب المسكنة وباب الاستعانة وباب كمال التوكل لله سبحانه وتعالى ده باب عظيم عظيم عظيم، ويستحق سبحان الله ان الواحد يفضل يسعى ويحاول فيه عشان يترقى فيه. لان زي ما احنا قلنا هو اوله مش زي اخره. اللي بيقول يا رب يعني ايه انا عملت اللي عليا فوفقني، تمام، مش زي اللي بيقول يا رب الامر اوله واخره واوسطه وتوفيقك حتى ليا ان انا اسعى، تمام. ده مش زي ده، لا يستويان. واللي بيقول الكلام بلسانه غير اللي قلبه بيتقلب كده وهو حاسس ان هو لا يملك لنفسه اي شيء. كل الامر بيد الله. فبالتالي هو مقامات وهو درجات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يعني ييسر لنا المقام ده. لان كان احد السلف رضوان الله عليهم كان يقول، وده برضو سبحان الله مقولة جميلة جدا جدا جدا، يا ريت لو نتأمل الله سبحانه وتعالى فيها. يقول طرقت أبواب الله جميعا فوجدتها ملأ، أو معنى المقولة سلكت إلى الله سبحانه وتعالى من كل الأبواب فوجدتها ملأ إلا باب المسكنة فسلكت إلى الله إليه. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أوصل لربنا سبحانه وتعالى، عايز أوصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى، فجربت أبواب كتير، لقيت سبحان الله في عباد كتير سابقني فيها. باب الصيام انا مش احسن واحد بصوم ولا اكتر واحد بصوم. باب القيام لا انا اكتر واحد بيخشع في القيام ولا انا اكتر واحد بيقوم. باب الصلاة عموما كذلك، حالي في الصلاة في ناس كتير جدا احسن مني. الجهاد في ناس يعني افنت عمرها ووقتها ونفسها واموالها كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وابواب ابواب 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 الا باب المسكنة. هو العابد ده كان رأى ان مسكنة الله سبحانه وتعالى، ان انت تتمسكن الله سبحانه وتعالى، ان انت يعني تبقى مسكين بين يدي الله سبحانه وتعالى، ده باب وجد نفسه فيه. وجد ان هو سبحان الله ملوش عمل كبير، تمام، ملوش عبادة محسنة، ما احسنش في حاجة بالصورة اللي تخليه سبحان الله واثق في العبادة دي. وطبعا يعني ايه ما عبدنا الله سبحانه وتعالى ولا نعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. كنا اتكلمنا في الموضوع ده في فيديوهات سابقة، تمام. فوجد ان سبحان الله مقام المسكنة ده هو المقام اللي يليق به، هو المقام اللي يليق بالعبيد. فسلك إلى الله سبحانه وتعالى من باب المسكنة، بيتمسكن بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل شيء هو عارف ان هو تدبير ربنا سبحانه وتعالى، ويبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. فالصراحة معنى عظيم 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 عظيم، ويستحق ان احنا سبحان الله. ومن كمال الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ان احنا نستعين بالله ان هو يبلغنا كمال الاستعانة به. معنى والله جميل جدا، ولكن يعني ده الحال اللي يعني اقرب لحال الايمان، وده الحال اللي نحب ان ربنا سبحانه وتعالى يرانا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكمال الاستعانة به، وألا سبحان الله يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن هو دايما يعني سبحان الله يقربنا للمقام ده. يعني الأمر كله بيد الله. لما تتذكر كده أن الأمر كله بيد الله، حتى وانت بتدعي ربنا تخشى أن انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى يركنك لعمل. يعني تدعو الله سبحانه وتعالى بتوفيق فتفتكر أن التوفيق كله من عند الله سبحانه وتعالى. تدعي ربنا سبحانه وتعالى بالهداية
فتفتكر ان الهداية والثبات كلها من عند الله سبحانه وتعالى. وده الحال الوجل، ده اللي بيخلي العبد قلبه وجل. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين في سورة السجدة وصف حالهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يعني تتجافى جنوبهم، بتتقلب، يعني تحسهم كده ايه، عايزين يناموا مش عارفين، يعني قلبهم يعني سبحان الله وجل، خايف. يا رب انت هترحمني، يا رب انت يعني انا خايف من عذابك يا رب. سبحان الله، تجد القلب دايما في حالة وجل. ده القلب المؤمن. مش واحد مثلا يقول ايه الحمد لله انا ذاكرت كتر خيري، ده انا عملت اللي عليا السنه دي، ده انا عملت اللي محدش عمله. مش ده القلب المؤمن، مش ده حال القلب المؤمن. طبعا الايمان درجات، والايمان يزيد وينقص، ده مش بينفي الايمان تماما، ولكن سبحان الله الايمان اللي هو تبقى انت كده مش يعني تفقد الثقة في نفسك، مش المعنى السيء لده، ولكن تفقد الاتكال لنفسك، الاتكاء على نفسك. يعني ايه؟ سبحان الله، كل الامر من عند ربنا، كل التوفيق من عند ربنا. معنى والله معنى من اعظم المعاني، وسبحان الله منزلة عظيمة. يعني الرجل الصالح اللي قال ان هو يعني يسلك الى الله سبحانه وتعالى من باب المسكنة ده، هو اكيد ورا الجملة دي معاني كتير، اكيد فكر في الموضوع ده كتير. فباب المسكنة ده باب عظيم عظيم عظيم، وباب جليل جليل جليل. ولما تتأمل سبحان الله مسكنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد يا نهار ابيض، الرسول صلى الله عليه وسلم ده حاله مع ربنا. طب انا العبد الغلبان الفقير اعمل ايه؟ لما تلاقي الصحابة وكبار الائمة حالهم بين يدي الله سبحانه وتعالى كده، يعني تحس كده يعني يا جماعة والله ده انا اولى حد بالكلام ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل ويكثر في القيام، يطيل القيام لحد ما ايه، لحد ما تتورم وتتفطر قدميه. يا نهار ابيض، ده انا لما بصلي ركعتين وبطول شويه بحس ان انا عملت اللي محدش عمله. الرسول صلى الله عليه وسلم المغفور ليه خير البشر كان بيعمل كده. سبحان الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشكر ربنا بالشكل ده، وهو في قرارة نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أكمل الإيمان هو كمال الرسول، كمال الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك كمال الاستعانة هي استعانة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان سبحان الله حاله إن هو كل شيء يا رب منك، وكل توفيق منك. وده بان في دعائه سبحان الله، زي ما ذكرنا في دعاء الطائف وما إلى ذلك. فمقام والله عظيم عظيم عظيم. يعني مش عايز أطول أكتر من كده، ولكن أدعو نفسي وإياكم إن احنا نتفكر في المقام ده، نتفكر إن سبحان الله كل الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. حتى قال أحد العلماء: إذا كنت تريد أن ترى مقامك عند الله، إذا كنت أن ترى مقامك عند الله مقامك، فانظر حيث أقامك. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقيمك في مكان العبودية، أو يعني بيوفقك لعبادة معينة، أو لا قدر الله يعني والعياذ بالله يعني إيه لا تيسر لك العبادة هذه. من الآيات المخيفة جدا 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 الله سبحانه وتعالى يقول إيه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الجهاد في سبيل الله، في ناس تقول لك إيه يعني لما ربنا ييسر لنا ده في قصة يعني وقت الصحابة ذكر فيها كده ان احنا ايه يعني للأسف مش هنقدر نجاهد في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى يقول ايه: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كانوا أروا الله من أنفسهم خيرا، وكانوا سبحان الله أعدوا كل اللي يقدروا عليه عشان يجاهدوا في سبيل الله. والمقام ده أو الكلام ده يقدر ينطبق علينا، نقدر نطبقه على أنفسنا، ونقدر نطبقه في كل العبادات مش في الجهاد بس. ولكن بقى تكملة الآية ايه أو تكملة الآيات: ولكن والعياذ بالله، معنى والله يعني بجد والعياذ بالله معنى مخيف: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. معنى عظيم. سبحان الله، انت ممكن يعني تصرف عن العبادة خلاص بسبب الله سبحانه وتعالى لا يريد عبادتك والعياذ بالله، فانت تتذكر ان حتى العبادة، حتى عبادة ربنا سبحانه وتعالى اللي هيوفقك الله سبحانه وتعالى بيها لكل خير، حتى دي هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فسبحان الله تتذكر المعنى ده. وانا يعني ادعو نفسي واياكم ان احنا نتذكر المعنى ده جدا جدا جدا، لان هو يعني احسب كده ان هو ليه ارتباط وثيق بالايمان بالله سبحانه وتعالى. انت تؤمن ان كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى،
ده يعني مقام عظيم عظيم عظيم. فيعني مش هطول اكتر من كده، ولكن يعني احنا طبعا ما اتكلمناش في المقام ده قدر ما يستحق. هو بس تذكرة لنفسي وإياكم إن إحنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى إن هو يوفقنا لده، ونتأمل فعلا في مقام العبودية، كمال العبودية وكمال الاستعانة وكمال التوكل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. وإن الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني أراد بالعبد الفقير اللي هو أنا وأراد بكم، من باب إن إحنا يعني تذكرنا المقام ده مع بعض، فنحسب أن الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا. فكما يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لهذا الكلام واستماع الكلام ده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن إحنا يعني نبلغ أعلى الدرجات في عبودية الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى إن هو كما يسر ليكم إن أنتوا تسمعوا الكلام ده، إن هو ييسر ليكم إن أنتوا تنتفعوا بيه، وكما يعني يسر لي وأجرى الكلام هذا على لساني، إن هو سبحان الله يعني يجعل نفسي ويجعلني أنتفع به. لأنه والله كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء. وتكرار الكلام وتكرار التذكير بالمعنى ده من الأمور المحمودة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا، لأن تمام الأمر كله وغاية المنتهى كلها هي رضا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى، لأن احنا في النهاية عبيد ضعفاء فقراء. فربنا سبحانه وتعالى لو يعني كلنا إلى أنفسنا أو يعني تركنا لأنفسنا نضل والله ونشقى، وإحنا مش حمل إن احنا نجابه الحياة لوحدنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا في كل تفصيلة من تفصيلات حياتنا، من أمور دنيانا ومن أمور آخرتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير، وأن يوفقنا لعبادته، وأن يرضى عنا، وأن سبحان الله غير مستحقين لذلك، ولكن بكرم ورحمة ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لأن نسكن الفردوس الأعلى جنة عدن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نبلغ أعلى المراتب عند الله سبحانه وتعالى. فيعني الكلام والله كتير كتير كتير، والمقام ده الكلام فيه عظيم، ولكن أدعوكم للتأمل فيه، وأدعوكم أن احنا نستعين بالله سبحانه وتعالى أكتر عشان يبلغنا تمام الاستعانة به. واشوفكم ان شاء الله قريب، اشوفكم في الفيديو الجاي، وان شاء الله كل يوم فيديو. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.